في فيديو النهارده هنحضر الزلابية او لقمة القاضي او العوامات، معرفش بقى بتقولوا عليها ايه بره في بلدكم. اللي متابعيني قولوا لي بقى انتوا يعني متابعيني منين وبتقولوا عليها ايه في بلدكم. في مصر بنقول عليها الزلابية، مقرمشه من بره وطريه من جوه، شاربه شرباتها مفرغه. بجد هقول لكم عن كل اسرارها وتركتها وايه اللي ايه العوامل النجاح بتاعتها وايه اللي كنتوا بتعملوه وبيخليها طريه منكم ومش بتقعد مقرمشه لمده طويله. اول حاجه بنجهز الشربات بتاعنا او الشيره او القطر او زي ما بيسموه بره. عباره عن 4 كوبايات من السكر، كوبايتين من ميه، عصير نص ليمونه، ظرف فانيليا، ومعلقتين كبار من عسل الجلوكوز. ضروري يغلوا غلوتين على النار، على النار عاليه، نهدي مده 7 دقايق ونسيبهم يبردوا. الكوبايه دي خدت منها كوبايه ونص من الميه، ميه دافيه، عليها معلقه كبيره من السكر، وظرف الخميره الفوريه. اي نوع بتستخدموه، بس انا بستخدم مستر بيكري، بجد تحفه تحفه يا جماعه، وبيخمر في ثانيه. حلو قوي للمعجنات وكل انواع الحلويات، بصراحه حكايه. معلقتين كبار من الزيت، طبعا يكون نوع نقي، ونقلب كويس قوي ونسيبه ونغطيه ونسيبه على جنب يخمر. ضروري طبعا نغطيه عشان يخمر. هي ما تاخدش وقت. معايا بقى 3 كوبايات دقيق من الكوبايه اللي في ايدي دي، عليها ربع معلقه من الملح طبعا عشان تعمل معادله للطعم، ومعلقه مليانه صغيره بيكنج باودر، 3 معالق كبار من نشا الذره، بس مش مليانين، هي كبار يعني كبيره، المعلقه كبيره بس مش مليانه. بنقلب وننزل بالتخمير بتاعنا. طبعا انا متعوده دايما بنزل بكوبايه ونص من الميه الدافيه. الدقيق ده صراحه كان جاي لي هديه فاستخدمته، كنت مش عارفه صراحه نوعه ايه ولا اسمه حتى ايه. فطبعا هيحتاج مني طبعا كمية من السوائل تاني. انا النوع بتاعي بستخدم دايما المروة او الفرنساوي، بياخد كوبايه ونص. ممكن بقى نحط كوبايه ميه على جنب كده، كوبايه ميه دافيه على جنب، ننزل بقى بمعلقه معلقه ونشوف. انا بقى هنا بعجن كويس قوي. بصوا لطريقه العجن بتاعتي عشان تعملوا زيها. انا برب جامد قوي. عارفين طريقه الخبيز بتاعت زمان في الفلاحين؟ لو تسمعوا عنها، بنرب كده ونعجن ونعمل عرق للعجين. بصوا طريقتها لازم تعمل عرق، هي لسه شويه وانا شايفاها لسه شويه. عشان كده انا بعجن بايدي، مش لابسه جلافز ولا حاجه. بفضل ارب فيها واعجن ولت زي ما بيقولوا زمان على العجن بتاع الفلاحين. إيه، بنفضل نعجن ونرب كده، احلى كلام بجد يعني. هتشوفوا دلوقتي، شايفين؟ اول حاجه لازم تعمل عرق معانا، وانا بعملها بالشكل ده. شايفين المطه؟ رب واعجنه بالشكل ده. انا برضو وانا بعجنها حسيت ان هي برضو بملمس ايدي لسه عايزه لها دقيقتين 3 كمان. ربيتهم. وبعمل بقى اول اختبار، بروح عامله الكوره كده، واخدها في قبضه ايدي، عجينه في قبضه ايدي تعمل كوره ما تنزلش بسرعه. هي كده نجحت معايا. بلمها كده برضو، بديها بالسباتشولا كده ربتين 3 حلوين، وخلاص بغطيها. اي حاجه، كيس استريتش، فوطه تقيله، اي حاجه. مده تخمير في الشتاء ساعه، في الصيف بقى حسب درجه الحراره بنبص عليها نلاقيها خمرت وبقت متضاعفه بالشكل ده. بنهبطها كويس قوي. كيس الحلواني ده انا هستخدمه. طبعا في معلقه معياريه وفي معلقه الشاي العاديه، اي طريقه تحبوها اعملوها. الزيت بتاعي يعني دافي، انا بختبره في الاول، بنزل حته صغننه كده وبجربه. طبعا انا هنزل بظرف الفانيليا دوت الاول على الزيت، عشان انا سمعت حد بيقولها من الحلوانيه، هات يا ابني ظرف الفانيليا عشان نحطه في الزيت. وقالوا كلمه كده بتخلي الناس تتلم عليهم. ريحه الزلابيه بتبقى يعني مش ريحه الزلابيه ده، ريحه الزيت بتاع الزلابيه. ليه؟ عشان عليه فانيليا. بننزل بقى، طبعا انا ببل الكيس بتاعي من جوه زيت قبل ما انزل فيه عجينه الزلابيه، ببله من جوه زيت ضروري جدا. وبنزل بقى ببل صوابع كمان زيت، وانزل بقى الكويرات بتاعتي بتكون مدوره زي ما انتم شايفين. مفيش اشكال فضائيه، مفيش اشكال من كوكب تاني. حلوه جدا وحلوه خالص بجد. نفضل نقلب فيها بالطريقه اللي انتم شايفيني بعملها، بغطس فيها عشان كل انتوا عارفين طبعا الزلابيه خفيفه فبتطفو على الوش، فبيبقى لون يعني واخد لون، والجزء التاني ابيض، يعني ما بيبقاش نفس اللون. فبالطريقه دي هتاخد كل اللون موحد. اول طبقه بنعملها، لو انتوا عايزين تعملوها طبقتين، انا بحب اعملها طبقتين بصراحه. بحطها بطلعها لونها اصفر فاتح، مش بيضه ومش برتقالي كده، لا اصفر فاتح. طبعا الاضاءه هنا عندي ظلماها، اللمبه بتاعه المطبخ مش اعلى حاجه يعني، فمش مبينه قوي. طبعا دي طريقه تانية ببل ده بقى زيت. انا ما بحبهاش الطريقه دي يا جماعه، وكنت بعملها عشان خاطركم والله، واتلسعت منها اكتر من مره. ببل ايدي زيت وبحط العجين في ايدي، باخد قبضه عجين كده كميه في ايدي زي ما انتم شايفين كده يعني. واسفه ان الكاميرا ما كانتش موضحه قوي. وببل المعلقه زيت. طبعا كنت في الاول انا يعني عشان ما بحبش الطريقه دي فنسيت احط زيت في المعلقه. وممكن تعملوها بالمعلقه اللي هي المعياريه عشان تبقى الكويرات كلها يعني مدوره زي بعض ونفس الحجم. وبنزل بكوره كوره كده. طبعا انا عندي كيس بينجز صراحه، الكيس ما بياخدش وقت مني تماما. بقول لكم بس على كل انواع التشكيل زي ما انتم حابين. طبعا اللي بره في الشارع يعني الحلوانيه اللي في الشارع بيعملوها بطريقه سريعه لان هم متدربين بقى، بس ست البيت اللي زي حالاتي كده تعمل بالكيس افضل لها. وما تملوش الكيس طبعا قوي عشان ما ينفجرش لا قدر الله في ايديكم او في العجين ويبوظ الدنيا. طبعا خلاص بيبرد خالص والزيت بيبرد تماما والنار دي مطفيه.
تاني طبقة وانا بحمرها مطفية، وبشغل النار على الوسط وبفضل اقلب فيها عشان تستوي تدريجيا. الزيت بيسخن واحدة واحدة، ما تخافوش مش هيشرب زيت منكم خالص. طريقة بجد حلوة قوي، وهوصلها لدرجة اللون انا حباها. يعني حابين توصلوها صفرة تمام، حابين توصلوها يعني برتقالي زي ما انا بعملها كده. ونطلع كمية وعلى الشربات مباشرة. الشربات انا ما دخلتوش التلاجة، في الصيف بدخله من على الزيت مباشرة على السكر. طبعا دي مصفى تانية علشان ما ينفعش انزل الزيت، يعني المصفى في الشربات دي مصفى ودي مصفى. بنطلع بقى الكمية بتاعتنا. بصوا، لايك كتير وشير كتير للوصفة يا جماعة. احلى زلابية هتعملوها بجد وهتدعوا لي وهستنى تطبيقاتكم. احلى زلابية. طبعا طريقة تانية بعمل بيها برضو، الزيت بتاعنا لازم ابرده معلش. التانية دي لازم نخلي الزيت بارد عشان يستوي من جوه ويدينا قرمشة تدوم 3 4 ايام ولا تطرق ابدا منكم. نفضل نقلب فيها من تحت لفوق كده وتبقى خطيرة بجد. الكمية بتاعتنا كلها اهي. قولوا لنا بقى بتابعوني من اي بلد، واسم الزلابية عندكم في بلدكم ايه. ولا كتير الفيديو، كنت معاكم علا تهامي.